حتفل إمام عاشور نجم النادي الأهلي بعد تسجيله الهدف الثاني في شباك سموحة بطريقة غريبة. وقام إمام عاشور نجم النادي الأهلي بنفخ بالونة بيضاء عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمي سموحة. وقال الإعلامي محمد الليثي في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت FM: حسب ما علمت هناك غضب داخل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب من تصرف إمام عاشور خلال لقاء سموحة عقب تسجيل الهدف الثاني. وأضاف أن البعض يرى أن إمام عاشور يضع نفسه في مرمى الأزمات داخل صفوف النادي الأهلي خلال الوقت الحالي. وتصرفات إمام عاشور ومحمود كهربا دائما ما تكون تحت المتابعة، وهناك ترصد كبير، ولذلك على الثنائي الحذر من ذلك. وواصل أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي غير راضي عن تصرف إمام عاشور لاعب وسط الأهلي بعد طريقة الاحتفال التي قام بها خلال لقاء فريق سموحة، وكان على اللاعب عدم تصدير الأزمات لنفسه. وقال أن إمام عاشور من أفضل العناصر في صفوف النادي الأهلي ويبذل جهدا كبيرا في مباريات الفريق بشكل واضح. وأوضح أن البعض يتحفظ على تصرفات إمام عاشور ويربط بين البالونة البيضاء ونادي الزمالك، وهو ما تسبب في ضجة كبيرة عقب انتهاء لقاء سموحة وحدوث تراشق وأزمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. واختتم أن إمام عاشور يبذل جهدا كبيرا وهو اللاعب الأفضل في صفوف القلعة الحمراء في ظل ما يقدمه من مستوى فني مميز، حتى في لقاء باتشوكا المكسيكي ظهر بشكل رائع للغاية. وكان إمام عاشور قد سجل الهدف الثاني للنادي الأهلي وقام بالاحتفال بطريقة البالونة، وهو ما جعل هناك غضب شديد من جانب جماهير نادي الزمالك. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض لقاء استاد أبيجان، والذي من المقرر أن يقام يوم السبت، وتتحرك بعثة الفريق الأحمر إلى أبيجان يوم الخميس من خلال طائرة خاصة، وينطلق اللقاء في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. رد حسين لبيب بعد وقعة احتفال إمام عاشور بهدفه في لقاء سموحة. وقال الإعلامي هاني حتحوت في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت FM: حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وجه تحذيرات إلى لاعبي القلعة البيضاء بعدم الاحتفال من خلال استخدام البالونات عقب تسجيل الأهداف. وأضاف: حسين لبيب طلب عدم القيام بهذا الأمر نهائيا خلال مباريات الفريق الأبيض القادمة، وعدم تكرار ما حدث مع إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي. وقال أن البعض فسر استخدام إمام عاشور للبالونة البيضاء بالتلميح ضد فريقه السابق نادي الزمالك، وهو ما تسبب في ضجة كبيرة. وتحدث هاني حتحوت عن خط هجوم النادي الأهلي قائلا: الفريق الأحمر يحتاج بشدة إلى ضم صفقة قوية تكون على نهج المحترف الفلسطيني وسام أبو علي، حيث من الصعب الاعتماد على خدماته لمدة موسم كامل، ويجب توفير بديل سوبر له في الفترة المقبلة. وفي نفس السياق قال الإعلامي إسلام صادق في تصريحات تلفزيونية: نادي الزمالك يعاني بشدة في ملف الصفقات، حيث دائما ما يتعاقد في الفترة الأخيرة مع أسماء لا تحقق الغرض المطلوب. وأوضح أن نادي الزمالك يسير نحو خطوة الاستغناء عن بعض العناصر في صفوفه مثل عمرو فرج وكونراد ميشلاك ومصطفى الزناري ومهاب ياسر. وكشف سر فشل الصفقات يعود إلى تحرك نادي الزمالك من أجل ضم صفقات من خلال بعض أعضاء مجلس الإدارة دون تواجد لجنة فنية تختار العناصر التي تستحق التواجد مع الفريق الأبيض. واختتم أن السويسري كريستيان غروس طلب التعاقد مع 3 صفقات من أجل تدعيم الهجوم والجناح وخط الوسط، كما هناك تحركات من جانب الإدارة البيضاء من أجل إنهاء أزمة المستحقات ومقدمات العقود، وذلك قبل الإعلان عن تجديد عقد أحمد سيد زيزو جناح الفريق ومنتخب مصر.